ازيكم شباب، اهلا بكم. I have a third gift for my birthday. موضوع مهم اتكلمت عنه قبل كده مع ناس بس ما كانتش بتسمعه، فجت لي الفرصه ان انا اعمل فيديو او انت تعمل فيديو. هتكلم معاكم النهارده عن ماسيف اوبن اونلاين كورسز او الموك. ايه هو او ايه اللي انت فهمته من كلمه موك او الماسيف اوبن اونلاين كورسز؟ ويب سايتس بتتعلم ديستانس ليرنينج. الديستانس ليرنينج اللي هو التعلم عن بعد، بتديك تقريبا انت عرفت المعنى من كلمه التعلم عن بعد، او في ناس شفتني قبل كده اتكلمت في الموضوع ده في شكل الفيديو فعرفت. اللي ما يعرفش دي هي بالبلدي كده او بالعربي انك انت تاخد كورسات اونلاين. كورسات اونلاين انت قاعد في البيت، انت على الموبايل بتاعك او انت على الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك، تاخد الكورس اللي انت عايزه. الموك دي زي ما قلت ماسيف اوبن اونلاين كورسز دي كده، دي معنى الموك. يعني حاجه يعني ايه؟ ويب سايتس بتبقى شغاله بتدي كورسات اونلاين. ده كان اول سؤال. تاني سؤال، ايه هي الويب سايتس او ايه هي الابس اللي فيها حاجه اللي انا ممكن استخدم اخد منها اونلاين كورس او اخد منها كورس؟ في كورسيرا، في يوديمي، في اكتر من اب او في اكتر من ويب سايت ممكن تتعلم منهم كورسات اونلاين. بس اكتر واحد مشهور فيهم في مصر هنا هم اتنين، يوديمي وكورسيرا. الاتنين دول ليهم ابس على السمارت فون بتاعك، سواء كنت اندرويد يوزر او سواء كنت اي او اس يوزر. يوديمي وكورسيرا الاثنين دول ليهم اب، ممكن تخش على الويب سايت بتاعهم من اللابتوب بتاعك او من الكمبيوتر بتاعك، او ممكن تخش من على السمارت فون بتاعك على الويب سايت، او ممكن تجيب الاب بتاعتهم عادي خالص. في ويب سايتس ثانيه وفي زي خان اكاديمي. هكتب لكم اللينك بتاعتهم كلها في الديسكربشن بتاعها. خان اكاديمي، في كورسيرا زي ما قلنا، في يوديمي، في اي دي اكس، في فيوتشر ليرن. فيوتشر ليرن دي بتدي كورسات اونلاين انجلش بالتعاون مع بريتش كونسل. بريتش كونسل هي 5 برنامج. يعني في مواقع كتير هحاول اوري لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. في برضه الادراك دي كورسات بالعربي، بس الويب سايتس او بلاتفورمز بالعربي بيبقى فيها الكورسز ده بتبقى اقل شويه، فيها كورسات اقل. طبعا ده في ناس ممكن تقول ده بالانجلش وهيبقى الشرح بالانجلش وتتخض وكده. لا، انت ما تقلقش، يعني ما فيش معضله في انك انت تاخد الكورس بالانجلش. في بعض الكورسات بتبقى فيها سبتايتل، سواء سبتايتل بالانجلش او عربي. وبرضه يا جماعه لازم نكسر حاجز الخوف من الانجلش، لازم تتعاملوا مع الموضوع تتخطوه، لانك انت مش بتتعلم حاجه لو انت قاعد في نفس الموضوع كده بتقول لا انا عايز حاجه بالعربي او عايز حد يعلمني بالعربي. مفيش حد يعلمك بالعربي، لازم انت تاخد الستيب دي وتروح تجرب الموضوع. ايه الكورسات اللي ممكن الاقيها على كورسيرا او اي دي اكس او يوديمي او ايا كان الويب سايت اللي احنا هنحط عليه؟ كورسات في مختلف المجالات، معاك من اول الفنون، ممكن يعلمك ازاي ترسم، لغايه حاجات انا ما اعرفهاش. ممكن يعلمك الطبخ برضه عادي، لو انت عايز على مشارف الجواز او عايز تتعلم الطبخ، في طبخ برضه. في انجلش برضه للناس، كل الناس عايزه تتعلم انجلش، في انجلش. بس الانجلش هتبقى انت بتتعلم انجلش من ناس بتتكلم انجلش، فما تتخضش. هتبقى هو بيبقى عارف انك انت داخل عايز تتعلم انجلش، فبالتالي هيستخدم معاك المقابله دي بتبقى بسيطه، تستخدم معاك مصطلحات ايضا بتبقى بسيطه برضه تتعلم منها. وبرضه يا اخوانا الفيديوهات بتبقى خفيفه، دقيقتين 3 دقايق 4 دقايق، يعني زي اي فيديو تاني بتشوفه، زي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. ففي الانجلش، وفي برضه لو انت معاك آلة موسيقية تتعلم عليها، في كل حاجه. دي بتبقى انت بتدخل مثلا على كورسيرا، بتعمل ساين ان بالفيسبوك بتاعك عادي، او انت كنت تعمل ميل عادي على الويب سايت ده براحتك، سبتيو. وبعد ما تعمل ساين ان هتلاقي كلاسيفيكيشن للكورس اللي انت عايزها. في ارت، في سيلف امبروفمنت اللي هي حاجات ليها علاقه بالشخصيه، زي كيف اللي هي بالعربي كده ازاي تنمي شخصيتك، تنمي الشخصيه الفرديه فيك، ازاي تتكلم قدام الناس من غير ما تخاف، ازاي تشتغل في تيم وورك، ازاي تشتغل مع فريق عمل كده. يعني دي حاجات شخصيه. في حاجات بعد كده اللغه انجلش، الماني، في عربي، في صيني، في كل اللغات. ايه الكورسات الموجوده؟ ده كان السؤال. مش عايزكم يعني تشيلوا هم الموضوع هل الكورسات دي بفلوس ولا ببلاش. لا، في كورسات منها فري وفي كورسات منها فلوس مدفوعه بيت.
الفري بيكون غالبا في كورسيرا. مثلا هنتكلم عن كورسيرا لان كورسيرا بيديني اكتر اتنين اتعاملت معاهم. كورسيرا ده كورسات فيه بتبقى فري، او في كورس بيبقى مثلا يتاح لك امكانيه انه يبقى فري، بتبقى زي انك انت تاخد الكورس كامل، تاخد الماتيريال كلها وتبقى ليك كل الصلاحيات كانك انت دافع فلوس، بس مش هتاخد سيرتيفيكت، مش هتاخد شهاده، مش هتاخد الشهاده بتاعت انك انت خلصت الكورس. تاخد الكورس جاست فور يور نولج، يعني جاست فور يور سيلف، يعني هتاخد الكورس كمعرفه ليك انت، هتتعلمها بس مش هتاخد شهاده. عايز تدفع فلوس تدفع فلوس عادي. دي الكورسات الفري، في فري وفي بيد زي ما قلت. البيد ده بيبقى فلوس تدفعها، تستخدمها بتدفع من خلال الفيزا بتاعتك. ولو انت مش عارف ازاي تدفع من خلال الفيزا بتاعتك، في فيديوهات لينا على البلاي ليست بتاعت بنك الحظ، هسيب لكم اللينك فوق تحت، هيظهر اللينك بتاعها فوق في الكارد، يعني ممكن تدخلوا تدوروا تلاقوا في الفيديو بشرح فيه ازاي تدفع بالفيزا بتاعتك اي حاجه عندك. والموضوع بسيط خالص، يعني لو انت قلت اي حاجه تسالوني فيها اتفضلوا اسالوا تحت في الكومنت وانا هرد عليك. ده انك انت الكورس كان فري او بيد، فالفرق بين الاثنين مش جامد. يعني انك انت تاخد الكورس ببلاش ولا تاخده بفلوس وتقول لي البلاش ده اكيد اقل من الفلوس، والفلوس هيبقى حاجه معترف بيها والكلام، مفيش حاجه معترف بيها. بص يا اخوانا، الموضوع معترف بيها. انت ما تزعلش مني، انت واخد شهاده ثانويه عامه ولا انت واخد الكليه بتاعتك، الشهاده اللي انت واخدها من الكليه بتاعتك مالهاش اي علاقه بالاعتراف ولا مالهاش، يعني ما فيش حاجه معترف بيها. انت هتاخد كورس، اهم حاجه تبقى انت فاهم الكورس ومتمكن منه، او متمكن من المحتوى اللي تقدمه الكورس. مش تاخد شهاده مثلا انجلش مثلا من الجامعه الامريكيه من اي سي، وتيجي تقول لي انا واخد انجلش من اي سي، وتيجي ما تعرفش تكون جمله. طب انت الشهاده معتمده الشهاده، بس انت فين الانجلش بتاعك؟ مفيش. انت لازم تاخد الكورس اللي انت هتاخده، انت تقدر تدفع فلوس وتاخد الكورس وتاخد الشهاده، بس في نفس الوقت ما يبقاش حاجز معاك، او ما يبقاش حاجز انك انت عايز حاجه معتمده. لا، انت خد الكورس يعني عشان تبقى تطور من نفسك في الشغل. بعدين لما تيجي تقدم على شغل، انت لما تيجي تقول انك انت واخد اونلاين كورس، الراجل اللي قدامك اللي بيشوف انك انت واخد اونلاين كورس بيهمه حته انك انت بتكيب موفينج، انك انت بتطور من نفسك، بتطور من اللغه اللي عندك، ومش حابب تقعد مكانك كده وتستنى العلم يجيلك مكانك، لا انت بتدور عليه. وفي اونلاين كورس الراجل برضه اتش ار بيبقى فاهم الاونلاين كورس بيبقى فيه منها بفلوس وفي منها ببلاش، مش هيسالك انت واخدها بفلوس ولا ببلاش، مش هيقول لك وريني الشهاده، هو يقول لك انت اخدت كورسات ايه وكلمنا عنها بس. يعني يقول لك انت اخدت كورس انجلش استفدت ايه؟ اكيد هيقول له انت طورت من الانجلش بتاعك، اتكلم معاه بالانجلش. فيعني ما تخليش موضوع الفلوس والبلاش ده يعني ضايقكم او يخليه يبقى عقبه بالنسبه لكم، بس موضوع سهل. take our free online course you are free substitute. ده كان فيديو انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع بس سريعا. لو انتوا حابين اتكلم عن الموضوع ان ديتيلز ممكن تكتبوا لي رايكم تحت في الكومنت وتقولوا لي عايزين ايه تاني اضيفه، او اتكلم عن ايه، او اتكلم عن انهي اب او عن انهي ويب سايت بالظبط فيهم بشكل اكثر تعمقا. يا رب تكونوا كلكم استفدتوا من الفيديو، ويا رب يا رب يا رب كل الناس تكسر حاجز الخوف من الانجليزي ده وتجرب من باب التجربه. يعني انت بتبقى قاعد في الميكروباص تسمع حاجات انت مش بتسمعها، بس انت بتسمعها غصب عنك. فحاول تخلي دي حاجه انت بتسمعها غصب عنك، تشغلها في يومك، انت في الميكروباص او انت في المواصلات، شغل اي حاجه انجليزي اسمعها ما تفهمش، مش لازم تفهم، بس خلي ودانك تتعلم او تسمع انجليزي كتير. فاهمني؟ يعني ايا كانت اللغه، مش لازم انجليزي، يعني اللغه اللي انت عايز تتعلمها، انا اقصد خلي ودانك تسمع كتير. ودانك هتسمع، بعدين هتلاقي كلمه انت بترن في ودانك كتير، هتعوز تعرف معناها، هتثبت بعدين معاك، هتلاقي نفسك بسنه تقولها كذا مره، بتقول جمل من الاغاني دي عادي. فيا رب كل الناس تكسر حاجز الخوف ده وتمشي ما تقفش مكانك. شكرا خالص يا جماعه، يا رب يكون الفيديو ده خفيف عليكم، ويا رب تكونوا تستفادوا منه كلكم. حابب اشكر مره ثانيه صاحب الفيديو دي انا عبد الكامل، ودي تسلمنا يا اخوانا. دي تسالي كده زي الكوره اللي بندوس عليها. يا رب تكونوا كلكم مبسوطين بالفيديو بتاعي، كان عن موك ماسيف اوبن اونلاين كورسز. يا رب كل الناس تدخل المجال ده، كورسيرا اي دي اكس، يوديمي، كان اكاديمي، فيوتشر ليرن، براحتكم اي حاجه. انا هسيب لكم اللينكس تحت في الديسكربشن. شكرا خالص يا جماعه على وقتكم. ما تنسوش يا اخوانا، ما تنسوناش من الدعاء بتاعكم، ما تنسوناش من اللايك والكومنت والشير، الحاجات دي كلها متقدره من كل الناس. شكرا خالص يا جماعه على وقتكم.